اللي نفسه في رقاش بالعجوة ريحتها تشهي وطعمها يفتح النفس، تابع معايا الفيديو خطوة بخطوة. هتطلع معاكي من أول مرة من غير عجان، هشة ومقرمشة. من بعد كده ريحتها هتلاقيها قلبت البيت، وهتطلع باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. من اول مرة هتلاقوها مقرمشة من بره وكمان طرية من جوه. هجيب عندي بولة كبيرة، وهجيب كوباية مية. كوباية المية بتكون عندي دافية، ومعاها معلقة خميرة فورية، معلقة صغيرة، ومعلقتين سكر صغيرين، ورشة ملح. هدوبهم كويس جدا. هنا المية بتكون عندي دافية، وهدوبهم كويس جدا جدا معايا. وهسيب عندي، يا اما لو انت متاكده من الخميره بتاعتك خلاص بتشتغلي فيها على طول، لو مش متاكده بتسيبيها 5 دقايق تتاكدي ان هي الخميره شغاله. هجيب عندي كمان 250 جرام، انا بوزن بالميزان، 250 جرام سمنه. ولو سمنه بلدي هتطلع معاكي تحفه، بس دي سمنه نباتي عادي. ومعايا 250 جرام هتاخد معايا 400، من 400 ل 450 جرام دقيق. انا بنزل بدقيق، كمية الدقيق عندي نزلت ب400 جرام، وهخلي عندي ال50 جرام، لان الدقيق بيختلف عندي من نوع لنوع. بلم العجينة، انا مش بعجنها، انا يدوب بس بلمها لم، ولكن انا ما بعجنهاش طبعا عشان خاطر ما تاخدش معايا عرق. بسيبها معايا يدوب 5 دقايق. في الوقت ده بستفيد بالوقت معايا، بحضر عندي العجوة بتاعتي. العجوة هنا بجيب نص كيلو عجوة، عليهم معلقة سمسم ومعلقة سمنة بلدي، وبعجنهم كويس جدا لحد ما تبقى عندي العجوة طرية، اعرف ان انا استخدمها واشكلها. ولو انت حطاها في التلاجة يبقى لازم تخرجيها بره التلاجة او تفكيها عندك شوية على الميكرويف عشان تبقى طرية معاكي. معلقة السمنة دي بتديها طعم وريحة، وبتدي كمان طراوة للعجوة. هاخد قطعة العجوة طبعا قطعة قطعة، وهبرمها زي ما انتم شايفين بالظبط كده. برمة حلوة. في انا عن نفسي بحب القرقيش بتكون كمية العجوة فيها كبيرة، في ناس ما تحبش كمية العجوة كبيرة. فقصة العجوة دي انت تقدري تتحكمي في الحشو. هاخد قطعة من العجينة عندي، انا ما بخمرهاش ولكن ان انا بريحها. خميرة العجينة القرقيش مش بخمرها، يدوب بس بريحها 5 دقايق عشان اعرف اشكلها. وهبرمها بالشكل ده. وبرضو الخبز بتاعها بخبزها على طول، برضو ما بسيبهاش تخمر. هبرمها مستطيل معايا بالشكل ده. عندي الفورمة دي انا اديتها شوية دقيق بدرتها بيهم، وبعد كده يدوب هبصم عليها القرقيش عشان اخد نفس فورمة القالب. هقص عندي كمية الزيادة، طبعا ده مش بيترمي، برجع وبصمه تاني على البصامة الخشب دي. هتشوفوا معايا دلوقتي شايفين شكلها جميل وتحفة. بس انا لو خبزتها بالشكل ده ببص بعد كده بلاقي ايه؟ بلاقي ان الفورمه طبعا دي فيها نسبه خميره، وانا بخبزها على طول مش بسيبها تخمر. بس بعد ما بتتنفخ عندي في الفرن بلاقي الشكل بتاعه نفسه بيروح، مش بيبان له ملامح. فانا بعمل ايه؟ باخد قطعه قطعه، وببدا بالملقاط بتاع الكحك. ببدا ان انا امشي على نفس الفورمه بالظبط بتاعت البصامه اللي عندي، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بفضل امشي على نفس الفورمه، بس بحيث ان انا ببرز الفورمه نفسها، وعشان عندي لما تتنفخ في الفرن ويحصل انتفاخ بسبب الخميره ما يروحش الشكل بتاعها، وتفضل محافظه على شكلها. لكن لو انت خبزتيها بنفس البصامه هي ما بتبقاش بارزه قوي، بيبقى شكلها جميل. بس لو عملتيها في الفرن وخبزتيها بتلاقيها بتبدا ان هي بتزيد، فبالتالي الشكل بتاعها بتلاقيه بيروح. فانا هبرزها عندي بالملقاط بتاع الكحك. بسيطة جدا وسهلة زي ما انتم شايفين. باخد كل قطعة كده بمشي عليها في السريع، لان كده كده انا يدوب بس ببرز الشكل بتاعها. وبحطها عندي في صاج فيه ورقة زبدة او مفرش سيليكون، وبتبدأي ترص فيها. شايفين برز ازاي الفورمة طالعة جميلة وتحفة. هخلص عندي كل الكمية، وهبدأ ان اخد كل جزء بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين. بخلص العجوة، وبعد كده بعمل الاسطوانة بتاعتي بتاعت القرقيش، وبحطها عندي في البصامة. وبين كل مرة ومرة البصامة الخشب بديها شوية دقيق، ببدرها بشوية دقيق. البصامة الخشب دي اول استعمال ليها، اول حاجة جبت عندي زيت واديتها كبيت فيها شوية زيت، بحيث ان وسبتها فيهم بحيث انها تشرب كمية زيت كويس جدا. عشان خاطر بعد كده الخشب ما ينفعش انك انت تدخليه في المية، لكن هتبدأي ان هو يتشبع معاكي بالزيت وتستخدميها عادي، وهيفضل محافظ معاكي، وهتحافظ على الفرن بتاعتك. بخلص تشكيل
كل الموضوع ان هنا تقريبا مش هتاخد معاكي نص ساعة، لان احنا ولا استخدمنا عجان ولا في عجنة، احنا يدوب لمينا العجينة والتشكيل على طول بالبصامة الخشب، يدوب بمشي سريع بس بالملقط بتاع الكحك وخلاص على كده. هنا انا مش بسيبها تخمر، بكون طبعا انا وانا شغالة بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما اخلص تشكيل، وبدخلها على طول فور ما انا بشكلها، بدخلها الفرن على 180 وابدا اهدي عليها 5 دقايق، وهدي عليها على 160. بسيبها بتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة لحد ما تاخد اللون الجميل ده. ولو الفرن بتاعتك مدتهاش اللون ده وخلاص بدأت ان هي احمرت من تحت، بتبدأي تشغلي الشواية عليها، واول ما تاخد اللون الذهبي بتخرجيها على طول. اول ما بتخرجيها من الصاج ما بتحركهاش خالص، بتسيبيها، ولو عاملاها بالليل سيبيها وبيتيها لحد تاني يوم، وبعد كده لميهم في علبة مغلقة وقفليها، اقفليها كويس جدا، واحتفظي بيها بقى مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي، هتطلعيها للاولاد او تحطيها في اللانش بوكس او هتفطروا بيها وتتعشوا بيها. هتخرجيها وبعد كده تغطيها، هتفضل محافظة معاكي على القرمشة بتاعتها. لو جربتوا الطريقة وعجبتكم كومنت كده حلو، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي، مع السلامة.